السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أولا ندعوكم للاشتراك في القناة وأن تفعلوا الجرس وأن تدعمون بلايك كي يصل إليكم كل جديد. يا شيخ، وأيضا أحد المشايخ سئل هذا السؤال: يا شيخ، أنا شفت وعرفت وتأكدت أن مرات قريبي بتخونه. طب انت شفتها؟ ايوه شفتها في فيديوهات، وانا ذات نفسي تعقبتها وشفتها واتأكدت من اللي انا بقوله. هل اخبر زوجها اللي مراتك بتعمل ايه؟ هل اخبره؟ طبعا انت علشان تخبره لابد يكون معك ادلة، ولكن الاولى بانك تحاول بانك تخبره بطريق غير مباشر، تعرض في الكلام، تضرب له امثله بشيء اللي هو ينتبه بان زوجته تخونه. هل هي فيديوهات فقط، ولا في رجال او رجل او شاب بيجي بيته في غيابه، او هي بتروح لحد؟ هل ممكن تحمل وهذا الحمل هو ينتسب إليه؟ لو كان في هذه الحالة فلا يجب عليك أن تكلمه مباشرة، ولكن لو حاجات من صور وحاجات غير ذلك أو فيديوهات بدون رجال معها وغير ذلك، فعليك أن تعرض معاه وبأنك تجيبه بطريق من غير مباشرة، لأن الأمر صعب، الأمر في حد ذاته صعب، وانت اللي تقدر تحكم. هل يدعي او الموقف يتحتم ان انا اقول له مباشرة وهو هيصدقني، او انا اجيبه بحيث هو يسير على زوجته ويراقبها؟ طبعا في هذه المسألة هنقوله مش يجيش واحد احمق ويقول لك ربنا بيقول ولا تجسسوا. ولا تجسسوا ايه؟ دي مراته، دي مراته، هو المسؤول في الاول وفي الاخر عن مراته، وده عرضه في هذه المساله. هل يجوز للرجل بانه يتجسس على مراته؟ نعم. ليه؟ لان مراته مسؤوله منه. ولكن لا يجوز للرجل بانه يتجسس على جاره، على صاحبه، لا يجوز. ولكن يجوز اللي هو يتجسس على اخته وهو بينفق على اخته واخته قاعده عنده، طبعا يجوز. ليه؟ لان تحت ولايته. كذلك يتجسس على اولاده، نعم يتجسس. ليه؟ لانه هم تحت ولايته، تحت سلطته. فعلى هذا القريب بانه يتخير الاوقات والمواقف كي يخبر الزوج. اذا كان الامر يدعي بانه يعرض في الكلام، يعرض في الكلام. الامر لا، لازم كلام مباشره ويخبره، فعليه بالاخبار، لان هذه مصيبه، هذه مصيبه، ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي النهايه لا يسعنا الا ان نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.